الحيوية في المدينة. هذا الهجوم يمكن وصفه منذ اللحظة الأولى بأنه الأعنف والأقرب إلى الأرض، حيث يبدو أن الصواريخ لم تعترض بل وصلت بكثافة مباشرة إلى أهدافها. إذن الرشقة الصاروخية اليمنية التي نتابعها أمام أعيننا الآن ليست مجرد دفعة عابرة، بل وابل كثيف ومتواصل يضرب في قلب المدينة، ويثبت أن الدفاعات الجوية لم تستطع اعتراضها بالكامل. هذه الصور وهذه اللحظة بالذات ستبقى علامة فارقة، حيث السماء انخفضت فيها الصواريخ حتى بدت قريبة من الأرض لتجعل تل أبيب على موعد مع ليلة من الرعب. ننتقل إلى هذه المشاهد التي تصلنا الآن من منطقة شارونا في تل أبيب، والتي تكشف بوضوح الذعر الذي أصاب الناس فور سماع صفارات الإنذار ثم الانفجارات التي تبعتها مباشرة. اللافت هنا مشاهدينا أن شارونا ليست منطقة عسكرية ولا تضم مقارا حكومية حساسة، بل هي حي مدني حيوي كان كثير من سكانه يعتقدون أنهم في مأمن نسبي بعيدا عن الاستهداف. لكن الصور أمامنا تظهر شيئا آخر تماما: الهرع الجماعي نحو الملاجئ، ارتباك في الشوارع، وأجواء فوضوية لم يكن أحد يتوقعها هنا تحديدا. ويبدو أن اختيار هذا الموقع كما يرى بعض المتابعين يحمل رسالة واضحة: لا منطقة محصنة ولا حي بمنأى عن الاستهداف، وأن الضربات اليمنية باتت تستهدف العمق الإسرائيلي ليس فقط من الناحية العسكرية بل من ناحية معنوية أيضا، من خلال ضرب أحياء يظن سكانها أنهم بعيدون عن دائرة النار. إذن هذه الصور من شارونا تجسد مشهد الهلع والارتباك في واحدة من المناطق التي طالما عرفت بهدوئها، لكنها الآن تتحول إلى ساحة من الصراخ وصفارات الإنذار. والرسالة واضحة: لا أمان في تل أبيب. إذن ننتقل الآن إلى هذه المشاهد التي بثها الإعلام الحربي اليمني قبل قليل، لحظة إطلاق أحد الصواريخ الباليستية من الأراضي اليمنية. الصاروخ الذي نشاهده هنا هو فاطر، صاروخ فاطر، وكما نرى عملية الإطلاق جرت في وضح النهار، وهو صاروخ جديد في ترسانة اليمن، صمم ليجمع بين المدى البعيد والدقة العالية، برأس متفجر ضخم قادر على اختراق التحصينات الخرسانية والانفجار على مرحلتين: انفجار أولي عند الاصطدام يتبعه تفجير داخلي مضاعف يزيد من حجم الدمار. وقد تم تأكيد أن صاروخ فاطر كان من بين الصواريخ التي شاركت في الرشقة الصاروخية اليمنية اليوم والتي ضربت تل أبيب. إذن مشاهدينا نذكر بالعنوان الكبير لهذا اليوم: رشقة صاروخية يمنية استهدفت منطقة شارونا في تل أبيب اليوم الجمعة 12 من سبتمبر 2025. المشاهد التي أمامنا من تل أبيب تظهر بوضوح مسار الصواريخ في السماء قبل سقوطها، في رسالة تقول إن العمق الإسرائيلي لم يعد بمنأى عن الضربات. وطبعا صاروخ فاطر هو من يرسم الحدث الأكبر لهذا اليوم، حيث نجحت اليمن بإطلاقه وتحقيق هدفه، وهو مزود بأنظمة توجيه متطورة تجعل مساره أكثر انسيابية وقدرته على المناورة أكبر، وهو ما يربك منظومات الدفاع الجوي ويجعل اعتراضه مهمة شبه مستحيلة. لهذا وصف في تقارير عسكرية بأنه واحد من أخطر الصواريخ الباليستية اليمنية حتى الآن، لما يحمله من قدرة على ضرب أهداف بعيدة بدقة وتحويلها إلى كتلة من اللهب في لحظات. المشاهد التي تصلنا من منطقة شارونا شمال تل أبيب توضح جانبا آخر من الصورة، فهذه المنطقة بحكم موقعها البعيد نسبيا عن مركز المدينة لا تتوفر فيها ملاجئ عامة كثيرة مثل تلك الموجودة في قلب تل أبيب، ولهذا ومع إطلاق صفارات الإنذار وسقوط الصواريخ بدا الارتباك واضحا بين الناس الذين حاولوا البحث عن أقرب مكان يحميهم.
الصور التي التقطت هناك ونشرها المستوطنون أنفسهم تكشف كيف تجمع الناس في مدخل ملجأ واحد وكأنهم يحاولون الاحتماء جميعا بمكان محدود. مشهد يعكس حجم الخوف والارتباك في منطقة كان سكانها يعتقدون أنهم في مأمن من هذه الرشقات. ومن الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كل ظهور له هذه الأيام ترتفع نبرة خطابه وتزداد حدة تصريحاته كلما تصاعدت الأحداث على الأرض. كلمات تحمل رسائل مباشرة وأشد وضوحا من أي وقت مضى. وفي آخر خطاب له خلال مشاركته في ذكرى تأسيس جهاز الموساد خرج نتنياهو هذه المرة بعبارات صريحة قالها بلا مواربة: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية على هذه الأرض، هذه الأرض لنا. لنستمع معا إلى ما قاله. أنا لست فقط رئيسكم، بل أنا رسول. في كل مرة تستهدف فيها أرضنا أو يتعرض جنودنا لهجوم قد تبدو الليلة كئيبة لأول وهلة، لكنني أقسم لكم كما أقسمت سابقا أن أي استهداف لن يمر دون عقاب. وهذه ليست مجرد كلمات، بل حقيقة أثبتناها مرارا. قلت إن اليمن ستندم، وها هي اليوم تتذوق الندم على استهدافها لإسرائيل. وقلت إن قادة الإرهاب في حماس وكل من يدعمهم لن يكونوا في مأمن أينما وجدوا. نعم، قاتلناهم في غزة، وواجهناهم في إيران وفي قطر، وسنواجههم في كل مكان تطأ فيه أقدامهم. لن يكون لهم مكان آمن على هذه الأرض، ولن نسمح لهم بالتقاط أنفاسهم. وأقولها اليوم بصراحة: من هنا لن تقوم دولة فلسطينية. هذه الأرض لنا وستبقى لنا، ولن نسمح بإقامة أي كيان يهدد وجودنا أو ينافسنا عليه.